هذه الأيام امتحانات يومية بالمدارس العراقية، ونعرف دائما يترافق مع الامتحانات حالات الغش. طرق الغش بالامتحانات كثيرة. بعد دخول التليفون بدأوا يغشون عبر الهيدفون وغيرها، كثير من الأمور والوسائل الجديدة والمستحدثة، ويوميا نلقى اكتشاف. فتقريبا كل الاكتشافات انكشفت تم القضاء عليها، ولكن أحد مدراء المدارس اكتشف طريقة جديدة للغش للفائدة. تابعوا. هاي وسيلة غش إلكترونية أستاذ أحمد. اخوان شوف هذا الحزام ما مبين تقريبا، هنا أنا مسوي محولة ضعيفة داخل الحزام، وأيضا هنا أكو سيم كارت، وهنا خارطة مع الموبايل فقط، وخالها هنا داخلها. هسه هنا إذا نفتحها أستاذ خلينا نشوفها. إذا راح نشوفها هسه، إذا أفتحها نجيب الشفرة زين، بدون الشفرة راح نشوف إخواني. هذا إخواني المراقبين بشكل عام، تعال شوف استاذي، شوف طفر هذا السيم كارت اللي هو هذا آسيا سيل، ها، وهذا الشريحة هذا شريحة موبايل فقط، وهذا الباترية مالها، وهذا هنا التوصيل مال بلوتوث. هذا أيضا شوف بطاريات كاملة، شوف مسويهن إخواني. هذا ذني هذا طالب بامتحانات اليوم الوزارية، واعتبر حالة غش طبعا. تاريخ نتمنى انه نقول للطلاب يا اخوان اليوم 6/2 ولدنا انه يبتعدون عن هذه الوسائل غير تربوية وغير صحيحة، واللي بالتالي تؤدي الى خسارتهم يعني سنة كاملة دراسية، وايضا عواقب قانونية ثانية. محافظة